ودعت قبائل شمر في الجزيرة السورية شيخها حميدي دهام الهادي الجربة الذي توفي في إقليم كردستان العراق إثر مرض ألم به مؤخرا. وقال مقربون من عائلة الشيخ أن الشيخ حميدي كان في زيارة إلى بلجيكا مؤخرا بغرض العلاج، وقد وصل قبل أيام إلى إقليم كردستان العراق ليفارق الحياة هناك اليوم بعد تدهور وضعه الصحي. ويعتبر حميدي من أبرز شيوخ العشائر المتحالفة مع الإدارة الذاتية، وانتخب في عام 2014 حاكما لمقاطعة الجزيرة، ويقود نجله قوة عسكرية منضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية. والشيخ من مواليد 1936 في قرية تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي في غرب كردستان سوريا، حيث أعلنت عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس 10 من نوفمبر عام 2022 وفاة الشيخ حميدي دهام الهادي الجربة شيخ قبيلة شمر العربية عن عمر يناهز 86 عام. بعد إعلان نبأ وفاة الشيخ حميدي الجربة ضجت محركات البحث بأسئلة كثيرة حول سبب وفاة الشيخ حميدي الدهام الجربة. وبعد الاطلاع تبين أن سبب وفاة الشيخ حميدي الدهام الجربة كان إثر معاناته مع مرض كان قد أصيب به خلال الفترة الأخيرة. وبعد التأكد من إعلان الوفاة انتشرت العشرات من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تطالب بالدعاء بالرحمة والمغفرة للشيخ وكذلك لأهله ومحبيه بالصبر والسلوان على ما أصابهم. وقال حساب خلف الشمري: في ذمة الله، الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربة أخو شاهة أحد رموز شمر وشيوخها في بادية جزيرة سوريا، وكان له الدور البارز في التعايش السلمي بين أبناء منطقته والمحافظة على السلم المجتمعي فيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. بدوره قال حساب عواد بن طوالة: اليوم فقدت الجزيرة السورية وقبيلة شمر والقبائل العربية في سوريا شخصية مهمة وزعيم قبلي كبير، الحاكم العربي لمقاطعة الجزيرة وقائد قوات الصناديد العربية الشيخ حميدي بن دهام الهادي الجربة. بفقدان أبو فارس فقدت بيوت العرب الكريمة جواد وأمير وفارس مواقف، وسوف تفقده منطقته ووطنه رحمه الله. يذكر أن الشيخ حميدي الدهام الجربة هو من مواليد عام 1936 في قرية تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي، كما يعتبر من أبرز شيوخ العشائر، وانتخب منذ سنوات حاكما لمقاطعة الجزيرة.